السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جيت ندير معاكم وصفه المشوك، يعني ماشي المشوك مي لي فو مشوك، هذاك اللي يجي بالكاوكاو اقتصادي ويقطع لكم شحال من حبه. رايح نبدا نخدم معاكم الوصفه ونذكر المقادير. عندي 250 غرام، هنا استعملت مارغرين فلوريال. عندي 200 غرام من السكر او ما يعادل كاس، ماشي معمر، انا ما نحبوش بزاف حلو. عندي شويه كاوكاو مرحي، كنت رحيته هذاك الرطب كامل كما راكم تشوفوا. عندي زوج بيضات، عندي عفوا عندي زوج صفار بيض، وعندي بيضه كامله. عندي وحده تاع الخماره والفرينه، وهنايا الكاوكاو باش نرمدو فيه مشوك ديالنا. راح نبداو على بركه الله. بسم الله. راح نديرو السكر تاعنا اللي هي 200 غرام، 250 غرام زبده. انا استعملت فلوريال كما كنت قلت لكم. نحكوها مليح حتى يدخل لنا السكر هكذا. والزبده تكون يعني بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش من الثلاجه باش تذوب لكم تمتم السكر. اللي يحب تستعمل باتو تستعمل باتو، لكن انا في الحاله ديالي نفضل اليد تاعي. نحطو حتى يذوب لنا السكر تاعنا مليح. اذا هكا كما راكم تشوفوا، بعد ما حكينا السكر والمارغرين نديرو هذاك الكاس تاع الكاوكاو المرحي. كاين اللي يدير ججلان مرحي، كل واحد كيفاش. ونديرو نديرو حبه بيض كامله هذا، ونزيدو 2 صفر. والبياض هذاك احتفظوا به لانه من بعد نديروه هكذا. هاو الصفر تاني نواصلو نحطو العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا، يعني 20 دقيقه توجدوا الكاطو تاعكم لا اكثر. وسهل واقتصادي مع الغلاء تاع المعيشه اللي رانا دوك. يعني نوعوا، نديروا شويه حلويات باللوز، شويه بالكاوكاو، شويه بالمربى، وحنا جوزنا العيد تاعنا هكذا. الان نزيدوا قليل من الفانيليا هكذا على راس هكذا، ملعقه صغيره تاع الفانيليا. نكملوا نخلطوا. نبداو نضيفوا في الفرينه بالتدريج. هنا درنا شويه فرينه، نزيدوا الكيس تاع الخميره الكيميائيه هذا ونخلطوا. نمو فقط بالاصابع. الفرينه ضيفوا بالتدريج باش ما تيبسلكمش العجينه. هكذا نزيدو نضيفو الفرينه، مازالها محتاجه فرينه. ونلمو العجينه تاعنا عادي، ما تكون يابسه ما تكون جاريه. دوك نوريكم القوام تاعها. اذا هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي، ها هو القوام تاعها، ما جاريه ما يابسه، يعني مليحه. كتشدوها في يدكم ما تتلصقش، وكيتمسوها ماشي يابسه. رايحه نبداو نشكلوا الكوريات تاعنا، نشكلوهم على هذا الحجم. يعني واللي عندها الميزان دير 35 غرام.
انا راح ندير عيني هي ميزاني هكذا متوسطه، راح نزيد الثانيه يعني هكذا باش تكونوا منظمين في الخدمه، تفوتوا قبل تموليوهم هكذا ديروهم. هكذا راح نواصل العمليه انا حتى نكمل الكرات ونعاودو نولو. اذا هنا كما راكم تشوفوا عاودت وليت لكم بعد ما يعني درنا لي بولات تاع العجين تاعنا على هذا الحجم. نضربوا بياض البيض اللي كنا نقيناه من قبل، نضربوه شويه هكذا. نديروا الحبه تاعنا تاع المشوك هكذا بهذه الطريقه ونديروها في الكوكب. نزيدو نكمل العمليه حبه. انايا في موالفه نخدم بربعة 5 حبات فقط هكذا. اثنين 3 ممكن شحال الا كان عندك الكاوكاو بزاف ولا تقدري ديري الكميه اللي حبيتيها. 4 5 يعني سيو فقط تكونوا منظمين. تجيبوا سنيوه وتفتحوا فيها الاخر لي كيسات تاعكم. هنايا درت نيميرو 10 هكذا، وتحطوا تاعكم الحبه تاع المشوك تاعكم هنا هكذا وتسيو تعبسوها شويه فقط هكذا. يعني هذه كيسات البيوضه انا حنطيب فيهم فقط من بعد نبدل لهم لي كيسات يعني باش ما يتحرقليش برك المشوك ديالي هكذا. اذا انا حنواصل العمليه حتى ننتهي كامل. هنا كما راكم تشوفوا المشوك تاعنا بعد ما شكلته راح يعني انايا ما عنديش هذاك البانسو الرقيق اللي يجي الاخر، ولكن نسيي نسلك راسي راح نعبز هكذا في الوسط باش ندير لي سوريز ولا حبه تاع الكاوكاو. انا هنا لي سوريز عندي ماشي بزاف، ندير شويه بالكاوكاو هكذا وشويه وين خلاصوا لي هادو نكمل بالكاوكاو ما فيها والو يعني هكذا. ونسيي نهبطها شويه. وانا كي كنت بديت نشكل في الكوريات شعلت الفرن على 180 درجه يعني دوكا راهو سخون هكذا. اذا نكمل الحبه تاع الحلوه تاعنا ونديرهم في الفرن يطيبوا ونلتقي ان شاء الله في صحن التقديم. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما تحمر لي المشوك تاعي يعني جا ما شاء الله هكذا. نشدو شويه عسيله ما نزيدو لها حتى اضافه لا ما زهر ولا والو، ونديرو حوالي ربع ملعقه هكذا من الفوق باش يجينا معسل. على هذه انا اللي ما كثرتش السكر في الوصفه. حنكمل كامل الحبات ونلتقي ان شاء الله في صحن التقديم. اذا بعد ما طاب المشوك تاعي بدلت له لي كيسات. هاو الان الشكل النهائي تاعو. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وما تنسونيش بتعليقاتكم الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو اخر.